في الجهة الغربية لمطار النيرب العسكري والمصنع 419، وكما تشاهد يقع على مساحة واسعة من الأراضي، وكما تشاهدون هدموا المنازل وهجروا الأهالي وتسللوا في جنح الظلام، لكن جيشنا وقواتنا المسلحة كانت لهم بالمرصاد، دمرتهم وقتلتهم وأجبرتهم على الهروب من هذه المنطقة. لا يستطيعون أن يبقوا في هذه الأرض الطاهرة، لأن قواتنا المسلحة عاهدت الله والوطن والقائد على أن تطهر هذه الأرض من دنسهم. طبعا هلا نحن ببناء المرندي، هي كانت بالنسبة للمسلحين عبارة عن القلعة الحصينة بالنسبة لهم. كل انواع الاسلحه كانت متوفره عندهم، هذول ثلاثه بواسل المصنع 419 بواسل الجيش والقوات المسلحه بعمليه نوعيه قاموا بتحرير هالمكان هذا من رجس هالارهابيين هذول، وطهروا المكان بكامله، وهلا المكان امن على مد النظر. مشاهدينا الكرام، نحن الان داخل مستودعات الزيوت، هذه المستودعات الضخمه الملاصقه تماما لمطار النيرب العسكري. طبعا كما تتابعون معنا اثار الدمار والخراب الذي لحق بهذه المستودعات جراء حرقها بالكامل بمحتوياتها من قبل عناصر المجموعات الارهابيه المسلحه. هو انتصار جديد ينضم إلى قائمة انتصارات بواسل قواتنا المسلحة على أرض محافظة حلب. حي كرم القصر وهؤلاء الأشاوس نمسح وجوهنا بالتراب على بزاتكم وننحني لكم. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، حي كرم القصر، حلب. شكرا لك شادي. أما في درعا قال مصدر عسكري إن وحدة